كورفا سود كتهضر في المدرجات، والنسورة كيطبقوا الطاكتيك في التيران. الراجا كتعطي درس كروي للفتح وكتضرب برباعية. شكون قال من بعد التوقف ديال ازيد من شهر غنشوفوا الراجا بهذا المستوى؟ في الوقت اللي كان الكل كيشكك في عودة الراجا بقوة من بعد التوقف، الراجا قصرت على الفتح وبينات نواياها التنافسية على اللقب. كل شيء لاحظ تغير في اسلوب لعب الراجا في هذا الماتش. اجي نحلو تاكتيك اللي لعب به فاضل، ولكن قبل هادي باسيون في الراجا. دير فولو الا بغيتي ديما تشوف تحليل ماتشات الراجا. اليوم فاضلو دخل ب4 2 3 1 ولعب بالمكعازي وهلال الفردوسي كدوبل بيفو اللي عطاو التوازن، كياخدوا البالون تحت البريسيون وكيبنيو الهجمه من اللور. الدوميناسيون ديال الراجا على الماتش بانت من دقيقه 13. تير ديال النفاشي حل الماتش. ولكن التركيز كله على الهدف الثاني ديال ساخو. منين جا الباس جا من المكعاصي. هذا هو التناوب الوظيفي في البناء من الخلف. الارتكاز ماشي غير كيدافع، المكعاصي طلع للكوطي غوش وضرب خطوط الفتح وعطى الاسيست لساخو. في الشوط الثاني الضغط الرجاوي جاب هدف ثالث بنيران صديقه. من بعد خدمه كبيره اللي دارها النفاشي عطات مريره ساخو، ولكن اصطدمت الكره بمدافع الفتح وتماركا البيت الثالث للراجا. وخا الفتح ماركاو بيت زوين باش يرجعوا في الماتش، ولكن واحد من لي شونجمون اللي دار فاضلو اللي هو شراره، وتا هو من بعد خدمه كبيره اللي دار ماركا بيت 33 نقطه. والراجا كتواصل تضييق الخناق على الصداره. اداء، نتيجه وتاكتيك. الراجا فاش كتكون في هاد الفورمه صعيب شي فرقه توقفها. السؤال ديالي ليكم، كيف جاكم الاداء ديال الثنائي الوسط اليوم، المكعازي والفردوسي في البناء من الخلف؟ خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. شغف وفراجه، حيت الراجا ماشي غير كوره ولكن حكايه كتعاش.